السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده ان شاء الله هعمل اكله حلوه قوي، بس انا الصراحه مباكلهاش، بس انا عاملاها عشان جوزي بيحبها. دي كوارع كانت مسلوقه، كنت حاطاها في الفريزر، يعني هو كان اكل اللي هي اللي فيها العظم دي، وكان ساب اللي هي اللي فيها الطريه دي. آه، فكنت حاطاها في الفريزر، طلعتها كده قطعتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، قطعتها كده حتت صغيره، وقطعت طماطمتين كده زي ما انتوا شايفين مكعبات، وقرنين فلفل مكعبات، وبصله كبيره كده جوليان. ان شاء الله باذن الله هعمله طاجن كوارع، هيعجبكم ان شاء الله قوي. والله العظيم هو بيقول لي طعمه جبار، وهو مستغرب اصلا ما باكلش اكله دي. خليكم معايا وشوفوا الطريقه، سهله جدا وبسيطه. وعلى فكره ممكن تعملها في اي حاجه تانية، مش شرط يعني في الكوارع، ممكن في اللحمه، ممكن في حته فراخ، هتعجبك قوي والله العظيم. خليكي معايا وشوفيها. اول حاجه انا حطيت معلقه سمنه وشويه زيت صغيرين، وهنزل كده البصل على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصله كده جوليان، او ممكن تقطعها صغيره، يعني كل واحد براحته الصراحه، بس انا بفضلها كده. وعلى فكره انا ممكن ادخل الطاجن في نفس الصينيه دي، مش لازم احطه في برام. انا قبل كده كنت عاملاهم وحطاه في برام، بس انا ممكن اعمله في نفس الصينيه دي، عشان لو حد يسخنه مش هينفع يسخن البرام فوق التلاجة طبعا. لكن لازم البرام يدخل الفرن، وهو مش هيدخل على الفرن، فانا ممكن اعمله في الصينيه دي وادخله اشوله خالص، واغطيه واسيبه على البوتاجاز، بحيث اللي هو لو عايز يسخنه ولا اي حاجه يولع البوتاجاز عليه على طول. هدي بس البصله لون ان شاء الله باذن الله وارجع اوريكم. بصوا يا حبيبتي كده البصله خلاص، انا عايزاها كده، مش هغمق اكتر من كده. هنزل كده الكوارع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هديها بس كده الصدمه، وبعد كده هي طبعا الكوارع كانت ساقعه، يعني كانت متلجه اصلا، كانت في الفريزر، فهتنزل ميه كتير يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هسيبها بس دقيقه، وبعد كده انزل عليها الطماطم. بصي حبيبتي الكوارع كده خلاص، انا هنزل الطماطم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كده تقريبا انا مش معلش اقول لكم ان انا معايا معلقه صلصه. اللي عايز يستكفى بالطماطم بس يستكفى، انا كده كده لسه الجرام ده يعني لسه هيتزود شويه ميه، والطماطم لسه اصلا هتنزل ميتها، بس انا بحب احط له معلقه صلصه عشان انا بحبه كده. هنزل كده الفلفل. انا لو كان عندي فلفل الوان كنت حطيت، بس الصراحه ما عنديش، يعني استكفيت الفلفل اللي عندي. هي الوان بصراحه شكلها حلوه مع بعضها يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عشان بس كده دقيقتين بس، الطماطم هنزل ميتها وارجع لكم. هنزل بس معلقه فلفل اسود انا قلت اوريكم، وهنزل شويه ملح. انا مش هحط ملح هنا لان انا اصلا مش هدوقها، فمش هعرف اظبط لها ملح او صوابع. ان شاء الله لو هي محتاجه شويه ملح وهحط لها. وكده ان شاء الله هنزل معلقه صلصه وانزل شويه ميه سخنه، هوريكم دلوقتي على طول كل حاجه معاها على الطبيعه. بصوا معلقه صلصه اهي، ننزلها كده دي بس تقريبا واحده. انا سخنت لها ميه تتاكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله العظيم الاكله دي سهله جدا، مش تستحملوا في اي وقت. ونزل كده الميه السخنه. هي تستوي كده في الميه السخنه مستويه بس برضك عايز يعني تشد شويه، وقال لي عايزه سوا شويه. طيب قبل ما تشرب الميه دي ان شاء الله تكون استوت. انا هديها بس كده غلوه ولا غلوتين وادخلها الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هسيبها بقى كده تاخد تدي مع نفسها، وان شاء الله باذن الله اما ادخلها الفرن اقول لكم ادخلها الفرن في اي مرحله. في المرحله دي كده هدخلها الفرن، هي بس عشان الدخانه لسه طافيه عليها. بصوا شايفين فيها صلصه كتير اهي. هدخلها الفرن بقى كده تنشف، بس مش هديها لون، انا هنشفها بس في الفرن، وان شاء الله باذن الله لما اطلعها هوريها لكم.
حبايبي طلعتها من الفرن اهو، شايفين المنظر، شايفين الجمال. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا بقى في القناه وفي الصفحه، تعملوا متابعه في الصفحه. وكنت معاكم سماح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.